الفيديو ده بيتكلم عن الكبير قوي. الجزء الاول. المره دي انا بعمل نكته جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا فيديو جديد في قناه بتر، والنهارده هنتكلم عن الفيديو الكبير زي ما قلت، بس الموضوع هيختلف شويه زي ما وريتكم في السكريبت اللي فات. هحاول اغير شويه عن الفيديو اللي فات. اول حاجه بس عايز ابدا موضوع فلسطين. اوعوا تنسوا ابدا موضوع فلسطين، دي اهم قضيه بيحصل لها العصر ده. اتمنى ان تركزوا فيها اكتر. لو حتى عايزين تسيبوا الفيديو ده تشوفوا اكتر عن القضيه، احترم جدا الموضوع ده وارجعوا لي طبعا تاني في الاخر. بس المهم احفادكم حتى هيسالوكوا عن القضيه دي، هيسالوكوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه ساعتها. اتمنى طبعا انتوا تهتموا بالقضيه. الموضوع الثاني، باختصار في خبر وحش، ان هو هتلاحظوا لما ابدا الحلقات بعد 10 دقائق ان هو للاسف بتر هيختلف، بحيث احنا حاليا بالليل وساعتها كنت الصبح. للاسف انا صورت 3 ساعات بس، اول 10 دقائق بس كنت بسجل صوت، بعدها للاسف ما كنتش بسجل صوت. علشان كده هتلاحظوا الموضوع ده وعشان كده برضو الفيديو اتاخر. يعني اتاسف للموضوع ده. الحمد لله وشكر لله على كل شيء. بس اتمنى ما تفصلوش من الفيديو بسبب الحته دي. تلاحظوا في الاول بتر وبعده بتر، ما زال نفس البتر. هسيبكم مع بتر ده دلوقتي، ابقى ارجع لكم بعدين. تمام. هو الشكر. احب اشكركم جدا على الدعم على الفيديو اللي فات. الفيديو حاليا جايب اكتر من 200 مشاهده، بالظبط 225 مشاهده. احب اشكركم جدا على الدعم القوي قوي ده. انا كنت بحسب لما هرجع لليوتيوب هاخد 3 مشاهدات، حتى لو 50 مشاهده كنت بحمد ربنا عليه. شكرا جدا على 225 مشاهده. ولو ينفع تعملوا كومنتات ولايكات، الحاجات دي بتساعدنا، تحفزنا على الاقل احنا اليوتيوبرز عشان نعمل كمان فيديوهات. عجبني قوي ان انا بقول يوتيوبرز وانا اصلا لسه ببدا. حاسس ان انا ايش سبيد. شفتوا ايش سبيد بيحصلوا ايه الايام دي؟ لو ما شفتوش، هو ده الفيديو بتاعه في نرويج حاليا. حاول اشوف جمهوره في نرويج شوفوا عملوا فيه ايه، والسويد. بحمد ربنا برضه ان انا مش مشهور قوي، الحمد لله وشكرا. مشهور نص ونص. المهم بحب اشكركم على الدعم الكبير قوي ده، واحب برضه اعتذر لكم على الفيديو اللي فات عشان للاسف بعد 10 دقائق تلاحظوا ان الفيديو فيه موسيقى في النص. ده بسبب الكوبي رايت. هوريكم سكرين شوت دلوقتي. للاسف الفيديو عشان على النت زي ما قلت لكم، فاكر الفيديو اللي فات. الفيلم ده من على اليوتيوب، فلو حصل كوبي سترايك للفيديو ده هيتقفل في خلال 5 ثواني. فلو ده حصل عشان كده للاسف اضطريت ان انا احط موسيقى عليه، عشان السبب طلع مش الفيديو. لو لاحظتوا ساعات الفيديو كبير ساعات الفيديو صغير. السبب باختصار ان هو لما الاي اي بتاعهم بيلاحظ ان في فيديو متاخد من فيديو تاني، بيقول لي لا معلش مش هينفع تعمل الموضوع ده. يا اما تقصر الفيديو، يا اما تحاول تشوف ايه اللي ما خليه شبهه، بس دي من عندك فهو باختصار كان المشكله الاكبر في الصوت. حاولت على قد ما اقدر احط موسيقى فوق بحيث اسمعوا الحته اللي انا عايز اسمعها لكم. المشكله ان انا بعمل الفيديو ده كانه فيديو للكليه، فمش هرفعه على اليوتيوب علشان انا بحس ان هو فيديو للكليه. فما بهتمش قوي بموضوع الكوبي رايت ده. بحس ان احنا كنا ساعات بنحط عشر الفيلم، مش مشكله خلاص ونشرحه، مش مشكله. بس عشان هو يوتيوب فاضطر ان انا اتبع قواعد اليوتيوب فاعتذر عن الموضوع ده. عشان كده على فكره موضوع الفيديو ده كان هيبقى اصلا الف مبروك. كنت هقول لكم ازاي الف مبروك بيقلد 5000 فيلم تاني. بيقلد فيلم تاني اسمه ريبيترز، وريبيترز بيقلد برضه فيلم تاني اسمه، بص بيقلدوا 5000 فيلم في الاخر بيرجعوا خالص كلهم كالعاده لقصه واحده اسمها لوك يانزمي. كنت عايز اكلمكم عن الموضوع ده كله، بس للاسف الف مبروك برضه على اليوتيوب فما استفدتش اي حاجه اصلا. بعيدا عن كده الكبير اللي هو موضوع فيديو حاليا اظن مكتوب تحت هنا كده، للاسف برضه على اليوتيوب، فبالتالي مش عارف احطه من الحتت المعينه. بس ان شاء الله هلاقي له حل المره دي واحط لكم الحته اللي انا عايز اشرحها. وده مش هينفع، اظن انا هقول لكم الحته مش شغالها لكم كلها، شغالها لكم حته اجزاء معينه منها. هلاقي لها حل مهما كان. اتمنى تستمتعوا بالفيديو. حاجه كمان عايز اقولها، ولا عجبني انا في السكريبت كنت كاتب 150 فيوز، بس ما شاء الله بجد بحب اشكركم بجد على الدعم الكبير قوي. كان في حاجه صح نسيت اقولها في الفيديو اللي فات، لو هي كان في جريمه حصلت بستايل الدادا دودي. بيقول لك سيناريو فيلم الدادا دودي على ارض الواقع كشف تفاصيل واقعة سرقه التجمع. بيقول لك انظرت في اليوم الذي كان ملاك الفيلا سيسافر فيه، وكانت ترافقهم تنفيذ مخططها وتتبعت الشبهات عنها عند اكتشاف السرقه. تواطأت الخادمة مع اللفير ساكن الفيلا مجاورة تنفيذ خطتها بعناية. قامت بتنفيذ الخطة بنجاح، حيث قامت بسرقة 50 جراما من الذهب بمبلغ قدره 25000 جنيه. ممكن لو الفيديو ما نفعناش ممكن نفع الحرام مهما كان. صح، لو عايزين تتفرجوا على الكبير كله، على ما اظن كل الكبير على النت، خصوصا الجزء الاول. انا فاكر اتفرجت عليه كتير قوي على النت.
على اليوتيوب الجزء الاول على ما اظن، الا الجزء السادس والسابع والثامن، عشان دول بالذات اظنهم اتعاقدوا مع استوديو معين فما رضاش يحطوهم على اليوتيوب بحيث هم يكسبوا ارباح. بس عاده الحاجات دي بتوصل للاخر ان هم يحطوهم في الاخر برضه على اليوتيوب بحيث هم يكسبوا. فاهمين ان هو في اشتراك ممكن ما يبقاش للبرنامج ده مع الوقت، هم لاحظوا ان البرنامج ده او المسلسل ده مش بيحقق الفلوس اللي هم عايزينها فبيحطوه على اليوتيوب بحيث يحقق على الاقل لو نص حتى الارباح اللي هم عايزينها. فهو حاليا للاسف مش على اليوتيوب الجزء السادس والسابع والثامن، بس احنا هنبدا بالاول كده كده. حبيت صح اقول لكم حاجه كمان نسيتها في الفيديو اللي فات، الا وهي كونكلوجن. كان المفروض اعمل خاتمه او الاهم نتيجه او استنتاج. للاسف انا كنت اخر خاتمه عشان هي ما نفعتش قوي نتيجه، احنا ما قلتلكمش استفدنا ايه من الفيلم وفهمنا ايه. احاول اعمل الموضوع ده في الفيديوهات الجايه، وخاصه بالسلسله الجديده دي هتبقى على ما اظن هتبقى 9 اجزاء، بحيث حاليا الكبير ليه 8 وبيقولوا هيعملوا 9 كده كده. فيعني الله اعلم هيبقى كام جزء السلسله دي. بس نبدا باول جزء الكبير، اول جزء الاول. الكبير، ما هو الكبير؟ على فكره لو دورتوا على الكبير قوي، لو دورتوا على ويكيبيديا هتلاقوا ليه صفحه بالعربي وليه صفحه بالانجليزي، مالوش غير لغتين بس. انا مستغرب ليه هم عاملينه بالانجليزي، بس مهما كان هو باختصار يعني الكبير هو اصلا كبير قوي اصلا. لاحظوا المسلسل اسمه كبير قوي، مش الشخصيه الرئيسيه الكبير، ده اسمه كبير. انا عارف الموضوع شويه، هو كبير ابوه اسمه كبير قوي، وهنعرف بعدين عنده كبير جدا جده، وابو جده اسمه كبير خالص، وفي كبير فحت، في ناس غريبه جدا هتعرفوها بعدين. بس بكل سهوله الكبير قوي اللي هو الاب ده عمل مصيبه وهم بيحاولوا يصلحوها بعدين. باختصار ان هو كان مخلف توأم وخبى واحد وما قالش الثاني، كان مربي الاولاني معاه في مصر وامه ربت اخوه في امريكا. فهو هيموت ومحتاج يقول لابنه ان هو كان مخبي اخوه ما قالوش. فهو اخوه الثاني هيحضر له عشان كبير قوي مات، فمحتاج يحضر له في العزاء بتاعه. الله صح، في ناس متضايقه قوي من الكبير. عندك فاروق تي في، راجل بحترمه بصراحه. عندك فاروق تي في، عندك محمود اسماعيل برضه عامل له فيديو وبيحاول يشرح برضه النقطه دي. بس اظن اكتر اثنين عرفوا يشرحوا بجد انا حاسس قد ايه بالكبير بالمواسم الجديده. الفيديوهين دول هحاول احط لهم لينك تحت. ويحصل نجاح كبير جدا في الموسم السادس، ومع النجاح الكبير نبتدي نفكر في تقديم موسم جديد وبسرعة. في نفس الوقت بنكون قصاد ممثل موهوب وعبقري بس عنده تجارب فاشلة، فبيخاف ياخد خطوة لقدام عشان يكون عنده في الاخر كومفورت زون خاصة بيه تضمن الاستمرارية. بس ايه، احمد مكي تجسيده قل او اداؤه قل في شخصيه جوني. لو انت شفت اداؤه في اول 3 4 اجزاء وده اداؤه في الجزء اللي فات والجزء ده، باين ان مكي مش ماسك الشخصيه زي الاول خالص. بس كمؤقتا انا عايز بس نتكلم عن الجزء الاول، فمش هنخش في الموضوع ده دلوقتي، هنخش في الموضوع دي بعدين في فيديوهات جايه. الحمد لله ده صح قبل ما تحصل حاجه اسمها رحمه احمد. اوه بوي، بس الحمد لله لسه ما وصلناش. الحمد لله المستقبل مش هيعجبكم خالص لو انتم ما اتفرجتوش على الكبير. متاكد 100% اصلا ان انتم اتفرجتوا على الكبير. كالعاده طبعا محتاج اقول لكم انا اصلا بعمل الفيديوهات دي ليه. بحط المهم جنب الفاني، وفي الاخر بحاول اخد نتيجه او افهمكم انا عايزكم تتفرجوا على المسلسل ده او الفيلم ده بالذات ليه. فحاليا الكبير للاسف انا ما اعرفش ناس كتير جدا بتتفرج عليه غير اطفال، وبيتفرجوا طبعا على الموسم الاخير، ما بيتفرجوش على الموسم الاولانيه دي خالص. هو بصراحه احترام مهم جدا، فعايز الموسم الاولانيه دي ما كانتش حلوه قوي، بس الجزء الخامس لازم تتفرج عليه، لازم. لو ما اتفرجتش على الجزء الخامس تقريبا ما اتفرجتش على كوميديا في مصر. الجزء الخامس اظن احسن جزء كبير عمله، واظن من ما اعرفش ممكن توب 50 كوميدي اوفرول نيجت على الاقل يعني. بجد انا اظن حاجه حلوه جدا في الكوميدي. مش عارف ليه بصراحه ما كملش الكوميدي. بعد ما فهمت الارباح في الجزء الخامس بالذات ما كانتش عاليه جدا، بعد ما فهمت من الفيديو، وعشان كده ما عرفوش يكملوا نفس الطريقه نفس الستايل الجزء الخامس، وبداوا يخشوا في الستايل الطفولي قوي ده. الحمد لله كل ده في المستقبل، فيديوهات جايه. حاليا في الجزء الاول لما كل حاجه كانت بسيطه جدا. باختصار الاب مات، محتاجين يشوفوا مين هيفوز. باختصار اول حلقه هو بيبين لك انه في حرب، طبعا فاني. اول حلقه باختصار هو الكبير عايز افهمك ان هو ايه، قوي وشجاع، فهيعمل لك ايه، هيوريك انه تافه، وبعدين هيوريك ازاي فزاع واشرف اللي هم على فكره الغفر بتوعه برضه تافهين. الاتاوه دي هتبقوا تدفعوها لي يعني، بس بزياده طفيفه قد كده 50%. كيف يا كبير؟ طب ده احنا كنا بندفعوا 50 جنيه للبطاريق، وكلامك معناته ان اللي هندفع 75 جنيه.
خلاص مش هتكلم تاني. المهم هتروح من ربنا فين؟ بصوا فاكرين كل اللي فات ده ملوش اي فايده تماما، عشان بعد كده افهمك بقى الكبير بيتكلم عن ايه. بس زي ما قلت لكم كل ده ملوش لازمه، هو بس الحته مهمه جدا محتاج اوريها لكم، ان برضه هديه تافهه. احسن هديه، احسن زوجة للكبير احسن 1000 مره من مربوحه. بس المهم ان هو الكبير بيموت، فهو اخيرا ابوه هيقول له على الحكايه كلها. بس باختصار يعني ان هو برضه هيبان ان ابوه كان للاسف تافه. بس باختصار كله تافه باختصار يعني في الحلقه دي كلها ان هو الكبير قوي هيحكي له الحكايه ان هو ازاي خلف عيلين، وهو اخد كبير قوي اخد ابنه الكبير وساب جوني لمراته. فجوني عاش في امريكا وهو عاش في مصر. فاختصار اللي هو الشو كله هيحاول يوريك ازاي كل واحد بثقافته بيختلف عن التاني. من على فكره مفيش اصلا اي داعي للموضوع ده كله، بحيث ان محدش خالص يتكلم عن ثقافه عن التاني تماما، الا حاجات بسيطه في اول المسلسل. بس باختصار اول حلقه ان احنا نشوف بس ازاي لما الكبير قوي مات حصل ان جوني يجي. لازم اوريك اكتر حاجه غريبه عشان افهمك ان هو ازاي how that's funny. بس دي اول حلقه باختصار. تاني حلقه هيحاول يكلموا عن الورث وهيقول له ان هو لا مش هديك اي ورث، وبعدين نشوف ازاي بجد هديه احسن الزوجة للكبير احسن 1000 مره من مربوحه. ليه؟ عشان تقول له التالي لا يحصل كل خير. لا مش كل خير طبعا. اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده ودولك ما بيتفاهموش يضربوا النووي عدل. نووي؟ لا الكبير بيقول لا ممكن اخد سكينه في قلبي، ممكن اخد مطوه سيف طلقه مفيش مشكله، لكن نووي نعم مان ذاتس تو ماتش. هو يعرف منين قد ايه ورث الكبير قوي؟ اعظم شخصيه بجد. بس هيحاولوا يلعبوا على الحركه دي، بس طبعا مش هينفع. فهم محتاجين ان هم يقنعوهم ان هم يمشوا، فمش هيمشوا باختصار ويقول ان هو يقعد. فبرضه هيورينا ازاي احسن اساس انه عنده احسن قاتل مسلسل برضه تافه. الحلو في ابو ليل ان هو حرفيا يعني شخصيه هتيجي لمده ثانيتين بالظبط، والكبير هيقول له يقتل جوني، بس هيعمل حته جامده قوي دي. لا بصراحه دي جامده عشان كده صراحه معاك يعني. دي من الأصول نادرة جدا في الكبير تقول وده. طب باختصار هيعملوا انتخابات. كبير جوني هيقول للكبير ممكن نعمل انتخابات نزيهة ونشوف مين العمدة. اصلا تقول لكم ان هو باختصار جوني اخذ الورث كله واخذ معاه العمر ده، هو قال خلاص مفيش مشكلة هنعمل انتخابات ونشوف مين العمدة. عجبنا في الحلقة الثانية. وباختصار كل مهم في الحلقة الثانية انت تشوف ادرس من ساعة ما خرجنا وانت مراقبنا وكل ما ابص لك احد الام مهم يعني. فباختصار شفنا ادرس ده كل مهم حرفيا في الحلقة، مفيش حاجة ثانية مهمة ان انت تعرف ان في الحلقة الثالثة اخيرا نعمل انتخابات ونشوف مين هيكسب. صح اشرف ان هو بيوريك ان هو كان ضعيف. دي حاجه غريبه جدا على فكره، عشان بعدين هيبقى بلوت بوينت مهم جدا في الكبير ازاي اشرف حرفيا ما بيموتش، بس المهم يوريك هنا ان هو بيموت. بس المهم ان هو يوريك بعدها على طول صح دي حته زعل بصراحه مش عارف ليه عاملينها. احب على قدك يا كبير، احب على قدك يا كبير. ده فاك مان ازاي يحط حاجه شبه كده في مسلسل كوميدي. المهم يعني هيعملوا انتخابات نزيهه، مش نزيهه تماما. كبير هيحاول يغش، بس طبعا يوريك قد ايه هديه طبعا برضو احسن شخصيه في المسلسل كله. ما حدش يمشي بعد الوقت. يعني هو حبك الوكل يعني وانا بتكلم؟ انا ما عاوزاهمش يسمعوك واصل، انا عاوزاهم ياكلوا. اطعم الفم تستحي العين. جوني طبعا هيخطفهم بالنت الجامده قوي دي. فانت ماشي ممكن تكون حقيقيه تمام، ممكن لا كده مش حقيقي. بس فاوريك يعني ازاي جوني هو الاختيار المفضل حاليا. على فكره افتكرت من الموضوع ده حاليا موضوع ترامب وبايدن. انا بجد يعني كنت مصور فيديو ساعتها قبل ما ترامب يتضرب بالنار، كنت حرفيا عارف ان ترامب هيكسب. دلوقتي بعد ما ترامب اتضرب بالنار انا متاكد 100% انه هيكسب. دلوقتي جوني هيحاول يقنع واحد ان هو ما يخسرش حياته يعني من الاخر. يكونش بتاع الجهنمي والمدمر. انا ما اعرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا، بس هو عمل ترمينيتور. بس بعدها هينزلوه وجوني هيكسب. اكتساح الكبير، اكتساح العمدة الجديد الكبير جوني، اكتساح. الحلقة اللي بعدها الجاي بقى كله، الجاي حرفيا الجاي كله
مش فايدة حرفيا. غير كده بصراحة الحلقات كلها ملهاش لازمة وملهاش أي علاقة بالبلوت. كل حلقة ممكن تتفرج عليها لوحدها وعارفين مش هتأثر إلا الحلقة الجاية. باختصار الحلقة الرابعة كبير متضايق من جوني، فيعملوا 5000 حاجة تافهة حرفيا مش محتاجين نشوف أي حاجة منها تماما غير حاجة واحدة بس. اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. ولا ايه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضرة العمدة. حرفيا ملهاش فايدة. بس انتوا لو عايزين تتابعوا كبير فطبعا لازم تكونوا اتفرجتوا الحلقه دي. اللي بعدها برضو ملهاش اي فايده. المهم في الحلقه الخامسه اخيرا هيجيبوا ضيفه ليها فايده. اخيرا في القناه دي جبت حاجه شبه ضيفه في مسلسل او فيلم ليه فايده. ولاحظت منى زكي في الفيديو اللي فات مش لاقي فايده خالص وقلت ان هي ما اثرتش. نفس الموضوع هنا هو تقريبا لحد ما، بس ان هم كانوا محتاجين ممثله مشهوره فهي طبعا فاتت في الحته دي يعني. بقى جابوا باختصار نيكول سابا. بس نيكول سابا هتحاول ان هي تعمل حفله يعني، بس الكبير you know how it is. واللقطات الغريبه دي هتحصل انا مش فاهم استفدنا ايه. وهيقولوا ان هم ريح دي في ايه ما تحكي شويه. اقفلي خشمي بقول لك ايه. مع وشك الحديد جزر وقطمها دحش. الكوبوي دي هتبقى مرتي. ثانية واحدة، هو اشلي فرحانة ليه؟ وات توماس جوني مين هو اشلي؟ المهم بعدها الحلقة بعدها هنشوف ازاي كله تافه. اشلي باختصار يعني اقنعتها ان هي هدية تحاول تطفش نيكول سابا من الكبير. وجوني طبعا عايز يعمل حفله بس مش هيعرف بسبب ان هو نيكول سابا الكبير بيقول لها ان هو ما تعملش حفله، فنيكول سابا بتحب الكبير فبالتالي مش تعمل حفله. هيحاول يكلم مدير اعمالها بس هيقول لا احسن لي اغني لها. اطلع بالرص يا عم انت ليه يرقص ممكن يغني او يرقص احسن. بس هتقول احسن ستيتمنت سمعتها في كل الكبير. اسمعوا احاول احط لكم الحته دي وما اقطعهاش يعني لو ما جاش اي كوبي رايت. هنطربق على دماغك ودماغها. بس اظن دي من اكتر الحلقات المحبوبه بصراحه في المسلسل كله. بس وبعدها الكبير هيقول نيكول سابا لا مش هينفع مع بعض، وبعدين ترجع له هديه تاني ويحاول يعمل له حفله بس طبعا بلوت تويست. توماس هو اللي اداني التذاكر وده اللي سيدوني بيسلم الحلقه السابعه من احسن الحلقات بصراحه في الكبير كله. باختصار الحلقه السابعه بتتكلم عن القط ده محتاجين يمسكوه. باختصار الحلقه السابعه قط هو واحد ابوه وابوه الكبير اللي هو الكبير قوي كانوا بيلعبوا مع بعض دومينو على ما اظن، وبعدين الكبير موته من غير قصد يعني ان هو رمى عليه حبه شاي سخنين فعمل حادثه. فمن بعدها والقط عايز ياخد طار. ده الكبير خايف عشان الكبير هياخد منه الطار القط. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك ب4 دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف انه هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني الكبير خالص الاكبر منه ب4 دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. باختصار يعني هيتفقوا هو والجوت جوني والجوت ان هو بدل ما هيقتلوا بعض لا هيلعبوا ماتش بوكس، وتقريبا اللي هيخسر هيموت الله اعلم. باختصار يعني لعبوا ماتش بوكس هيخدعوا جوني بالموضوع ده. وبيظهر يوسف عيد اللي هو حمدي كاتب باختصار يعني كالعاده لما تقول 50 مره مش عارف اعرضها كلكم، فعرض احسن حتت. تمام كده؟ ايوه. ايه يا جوني حرام عليك راجل هيموت في ايديك عمال يقول لك اديها له عيد اديها له خطه فين ايه؟ توماس زعلان بجد. بس فجوني اتعلم لحد دلوقتي ايه ان هو يتضرب، فده اللي حرفيا اللي هيحصل في الحلقه كلها. المهم ان هو باختصار هو محتاج يستحمل لحد ما جوت يشرب، لو شرب هيعرف يكسب، بس هو كل شويه ده يحصل. هو باختصار حاطين له منوم في المشروب اللي هيشربه، لما يشرب هينام على الارض وجون يكسب، بس مش راضي يشرب مهما يحصل لحد ما في الاخر بقى شرب. المستحيل اخيرا من غير ما اضربه حتى. الحلقه دي اظنها تقريبا احسن حلقه في الجزء الاول. الحلقه الثانيه باختصار بيكلمك عن
النت وازاي النت مهم، وهيقولوا النت مهم قوي والنت ده شبه الميه والكهرباء. احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. وعلى فكره الحته الجايه دي باختصار هم بيلعبوا كروس فاير، تمام؟ تقريبا سورس او ما اظن يعني، يا اما جولدبرج حاجه منهم. فباختصار يعني اللي بيلعبوا ضد بعض هيقولوا ايه، لا انا هقتلك لو انت قتلتني فانا هنتقم منك، بس هما ناس كبار معاهم حرفيا اسلحه. فاللي يحصل بقى خيانة يا رجالي. هم شايفين حرفيا هيضربوا بعض بالنار بسبب ان هو يعني واحد كان يخدع تاني في اللعبه. ده حصل في الحقيقه مرتين. في واحد فرنسي، هحط لكم المقال دلوقتي قدامكم باختصار. يعني كان في واحد بيلعب كونتر سترايك في فرنسا، واظن كان بيلعب جلوبال، حتى ما اظنش كان بيلعب حاجه مهمه قوي، فمش عارف ازاي بصراحه، الله اعلم. المهم ان هم كانوا بيلعبوا كونتر سترايك، واحد ضرب التاني بالسكينه. لو ما تعرفوش الالعاب بيكون فيها ضرب نار، وانت بتشوف الشخصيه من عينيه بيكون فيها عندك اسلحه بتضرب نار، بس دي مش قويه قوي. اقوى سلاح السكينه، لو قربت من واحد جدا طبعا هتموت، هيكون ضربك بالنار. فبالسكينه بتخلص عليه بسرعه. دي بتعتبر حركه قويه جدا، واللي قدامك يعتبر ضعيف جدا، بس ما يعرفش يضربك بالنار ولا تقتله بالسكينه. فده حصل في اللعبه، وبعدها اتضايق جدا لدرجه ان هو فضل 6 شهور يدور عليه، ولما وصل له فتح الباب وطعنه بالسكينه. بيقولوا الحمد لله السكينه كانت حرفيا قريبه جدا من قلبه، ما ضربت، كانت بعيدا عن قلبه بانش واحد بس، انش واحد كان وصلت لقلبه وكان مات. الحمد لله يعني الراجل اللي ضرب بالسكينه عاش، واللي ضربه بالسكينه دخل السجن 2 سنين ودلوقتي طالع. بس عاجبني ان هو على فكره الحكايه دي بعد الكبير بكتير. الحكايه دي سنه 2000 وات ذا فاك، الحكايه دي حصلت 2010 وات ذا فاك. ما انا كده الكبير بيقلد الحكايه دي، كان بحسب الكبير عملها وبعدين حصلت في الحياه الحقيقيه. عشان على فكره الحكايه دي حصلت مرتين، فهو ممكن الكبير عملها ومن غير قصد، يعني بالصدفه حصلت في الحياه الحقيقيه. فبس انا مستغرب ان هو طلع الكبير بيجيب الحكايه دي بس بيعملها بطريقته يعني. وبعدها اتفقوا ان هما النت ده ملوش اي فايده ويتصالحوا مع بعض. بس مش لازم اوريكم الحاجات دي، انتوا تتفرجوا على الحلقه، انا بس بوريكم الحصه الحلوه عشان تتفرجوا على الحلقات دي كلها. الحلقة 9 باختصار في صندوق ومحتاجين ان هم يفتحوه. في اكتر من واحد هيجرب اكتر من طريقة. جدكم الكبير خالص. حاول يفتحوا ما عرفش يفتحوا، ودلوقتي بقى عايزين يفتحوه. بيقولوا ان جواه كنز كبير جدا. فهو الكبير هيجرب مع مشعوذ، وجوني هيجرب من بنصيحة توماس يحفروا في جنب مستشفى جولي جيلت. انا مش فاهم ليه، بس يعني بيقولوا ان هم عرفوا المكان كده. الاثنين هيفشلوا، والكبير هيخسر فلوس كتير جدا مع المشعوذاوي ده، ويطلع في الاخر اصلا. هو مش هتعمل ايه؟ انا مش فاهم ليه دي صعبه. ممكن اوريكم دلوقتي جدول في الاشكال والحروف بالعربي، مش فاهم ليه صعبه وقاعده فيها ساعتين. بيقول لك حتى اللغه الهيروغليفيه دي. وصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس 3 أو 4 رموز كده، هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصهم. تعمل لي سيرش ايه؟ البتاع ده انتوا يا جماعه ممكن تعملوه ببلاش. اسمي اهو مش فاهم الصعب فيه مهما كان. بس هيحاولوا يعرفوا المكتوب عليه، ومن غير قصد لما يقع منهم هيفتح، يطلع في الاخر جواه. انت تاخد الصبر والعزيمه والحكمه والحاجات دي، وانا اخد ال 2 جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ لا خليهم. استنى عاوزهم بليز. او اشلي في الاخر هتعرف السر المكتوب عليه. صنع في الصين، صنع في الصين. دي حلوه عشان اصرح معاكم يعني. حلقه 10 باختصار عايزين يعملوا تلفزيون. برايي على فكره دي من احسن الحلقات، بس يعملوا مسلسلات حلو جدا، ومش عارف اوريكم اي حاجه منها للاسف، فاتفرجوا عليها. بس هو بصراحه كل ما جوني يعمل اي فكره تفشل بطريقه حلوه جدا. واحسن حتتين هما الحتتين دول، لما جوني عمل توك شو وكلم الراجل ده وكلم الست دي. وكالعاده لازم واحد منهم يكسب عشان توأم. كبير قناته هيستمر فيها واحد سعودي على ما اظن، وجوني هيخسر قناته. حلقه 12 فالنتاينز مش هاجي اوريها لكم، هو اهم حته حرفيا في الحلقه. انا على فكره حاسس ان بوريكم الوحش في المسلسل مش الحلو. فالزعب باختصار قال لي اشلي انه بيحبها، واشلي قلت له لا. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلمي كيف في بريء، وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي
كان إخلاصي هو خطيتي، كان إحساسي إنك مش ليا، صدمة حقيقي تقيلة عليا، كان إحساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي، كنت ما رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا بصفي وأنا بنهى. يا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين. عم تحلم ولا ايه؟ يا كبير بنهار. تنهار؟ يعني انا ما اظن اشلي 16 سنه، الله اعلم مهما كان. 11 بيتكلم عن الشهور والحاجات الغريبه قوي دي اللي هو بيقول لك ابراج. انا بصراحه مش فاهمها، اصحابي كانوا بيقولوا كتير جدا ابراج ايه، انا مش فاهم بيعملوا بيها ايه والاهم كده يعني. بس وطلع في الاخر ان سامانثا طلعت اتجوزت واحد. حل 14 باختصار. حل 15 يطلع ان اللي اتجوزته طلع حرامي، بس جوني ما فرقتش معاه، كبير فرقت معاه اكتر من مره. الكبير هيعمل مشكله وفي الاخر هيضربوه. حرامي في الدوار. هديه احسن شخصيه بعد الكبير وجوني وادرس. فك ده جوني، جوني قاعد ورا، اتمنى يكون قاعد ورا عشان ده مش جوني خالص. لو ده الدبل بتاع جوني، لو انتم مش عارفين دبل بيكون ممثل تاني لابس لبس هدومه عشان يعمل نفس الحاجه. وبعدين بيقول لنا انتظرونا في الجزء الثاني. انا ملاحظ ان هم كانوا متوقعين انهم يعملوا الجزء الثاني قبل ما يخلصوا الجزء ده. خلاص الفيديو بتاعنا. بس اظن لو عايزين نعمل نتيجه اللي احنا شفناه ده كله، هو الكبير كان بدايه موفقه لسلسله هتطول قوي، هتطول بزياده. انا ملاحظ انهم قالوا 2010، معنى كده تقريبا طلع 2010. هيبان قدامكم طلع كام لو انا غلطان، بس ملاحظ ان هي طولت قوي. هيفضلوا شغالين لحد 2024 وكمان بنتوقع في كمان جزء بتصور حاليا او اتصور اوريدي. كبدايه مش وحشه جدا، بيضحك، يضيع وقت كشبه اي مسلسل تاني. لو هقيمه اظن هقيمه ككبير، تقييمات كبير. هحاول احط يعني كبير في اجزاء كده. اظن الكبير الجزء الاول خامس في كل ال8 اجزاء بتوع الكبير، هو حاليا المركز الخامس. الجزء ده حلو جدا، اتمنى تتفرجوا عليه لو انتم ما اتفرجتوش عليه. كان في حاجات كتير جدا ناقصه في الجزء ده، بس بصراحه عشان اكون صريح معاكم يعني انا بفضل البرزنتيشن ده احسن ب1000 مره من ان هم يعملوا حلقه 50 دقيقه ومفيش حاجه بتضحك. لو كل حلقات بجد، لو هم حتى خلوها 15 حلقه مفيش مشكله، 15 حلقه في الموسم مش عايزين 30، بس كل حلقه تضحك كويس كده وفيها افيه على الاقل يضحك. وكل شويه بمرة، كل شويه بتفرج عليهم تاني. الجزء الاول ده من الاجزاء كتير جدا بتفرج عليها. اصل انا ما قلتلكمش، بس احنا عندنا في حالتنا بنحب دايما نشغل الكبير على جنب احنا. فالجزء الاول ده من الاجزاء اللي فيه نوستالجيا عندي، ممكن عشان كده مقيمه عالي. المهم ان هم حاولوا يعملوا حاجه مختلفه ما كانتش موجوده في الزمن ده 2010. ما اظنش في حاجات كتير جدا شبه كده الا فيلم احمد حلمي، ده تقريبا الوحيد اللي كان فيه اكتر من شخصيه في نفس المكان. هو تقريبا شيت سرور، اكتر حاجتين انا فاكرهم على الاقل يعني كانت مشهوره ساعتها تستخدم نفس الستايل ده. كونسبت ان هو الممثل بيعمل اكتر من شخصيه، وقصه خفيفه جدا اللي هو باختصار اب مخلف 2، واحد من امريكا وواحد من مصر، وعايزين نشوف الفرق ما بينهم يعني. فيعني بدايه موفقه، اتمنى اشوفكم الجزء الثاني. فنرجع لموضوع الحلقات. انا برايي ده يكون احسن ب1000 مره لو هيعملوا الجزء التاسع. اتمنى بجد، اتمنى لو تسمعوا الفيديو ده، متاكد 100% انكم مش سامعينه، بس بجد لو تعملوا الجزء التاسع ما خلوش طويل بليز. لما بيكون طويل بكره حياتي. ليه؟ عشان مفيش حاجه بتضحك. لو هتصوروا الحلقه بس خلوا النكت، تحاولوا تشوفوا الحلو فيها تسيبوه والوحش تشيلوه، فاهم قصدي؟ ده يبقى احلى. ده مش كده بس، انتوا كمان ممكن عشان الحلقه اقل وعشان الحلقات اقل، يعني الحلقه مدتها اقل وعددهم اقل، ممكن تشوفوا النكت اللي هي كانت واحده كانت تعدي بسرعه، لا ممكن تحسنوا فيها، فبالتالي بتكون نكته احسن. وده اللي مخلي الجزء ده كويس جدا. والجزء الثاني برضه 15 حلقه، ده مخليهم كويسين جدا وعندهم نوستالجيا عاليه جدا برايي خاص يعني. فاتمنى هم يعملوا كده. بس ده باختصار الجزء الاول. اتمنى اشوفكم الجزء الثاني. الفيديو ده ان شاء الله مش هيعملوا كوبي رايت، بس لو حصل اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو عجبكم لايك، سبسكرايب وشير من صحابكم لو عايزين. وافتكروا ارجوكم تعملوا كومنت. انا مش شفتش كومنتات فتره طويله، مش فاهم ليه. لو عايزين تعملوا كومنت. بس السلام عليكم.